في أوضة تانية اللي قُلت لكم عليها في أول القصة، اللي هي أوضة المرايات. الأوضة دي معمولة علشان خاطر تعالج أي حد عنده انفصام أو هلاوس أو فقدان هوية، يعني بيحطوه قدام المرايات علشان يواجه نفسه. بس اللي كان بيحصل مش علاج ولا حاجة، المرضى كانوا بينهاروا بعدها بدقايق، وفي اللي كانوا بيقولوا إن في حاجات بيشوفوها غيرهم، وكمان كان في مرضى بيقولوا إن هم بيتحركوا وبعدها بحبة الخيال بتاعهم بيتحرك، وفي مرضى كمان كانوا بيقولوا إن ملامحهم كانت بتتغير في المراية. ولكن كل ده كان بيتفسر تحت إن هم مرضى في الأول وفي الآخر، فمحدش كان بياخد بكلامهم. وفي سنة 1952 كان في مريض شاب قاعد جوه أوضة المرايات، مسك الكرسي وكسر كل المرايات اللي في الأوضة، وقال ساعتها إن هو خرج خلاص وإنه مش هيقعد لوحده. بعدها بساعات الشاب ده اتوفى بنزيف داخلي بدون تفسير، والأوضة اتقفلت نهائيا. اللي دخلوا الأوضة من بعد ما اتقفلت قالوا إن هم كانوا بيشوفوا خيالات غير خيالاتهم، وكمان كان شكلهم بيبقى مشوه في المرايات، ده غير البرد الشديد اللي كان في الأوضة والصداع اللي كان بيجي لأي حد يخش الأوضة. والموظفين والدكاترة رفضوا إن هم يخشوا الأوضة تاني، والأوضة اتقفلت زي ما قلت.